اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم حبيباتي غالياتي خاوتي خواتاتي، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة الاخبار. جبت لكم خبر جديد حيث عبرت سمية السماش وعمار الشندالي على اسفهم الشديد لبعض التعليقات اللي علقوا فيها الناس وبعض الكلمات الجارحة اللي دايما يقولوها لهم بما يخص موضوع الأطفال وموضوع الولادة. شوفوا هذا التعليق اللي قالت لها رسالة بعثتها لها، قالت لها انتي توجعي القلب وما فهمتش الدار اللي مراكي تعمري فيها يا اخي، عندك غير الكلاب. حقيقة تعليق مستفز ومؤسف لبعض الجهلاء. شوفوا وش ردت عليها سمية في ستوري. قالت لها لماذا جعلك الله تنتظر الزواج، الذرية، الوظيفة والمنصب والغنى؟ لأنك ليس مستعدا وتظن أنك مستعد، ولكن في أشياء ستجعلك تنصدم إذا حصلت على هذا الشيء في وقت طلبك له، وقد يكون بلاء لك. معناها ربي راه على باله وعلاه خلاك تستنى. فهمتها باللي راها ما راهيش جاهله، وربي على باله علاه خلاها تستنى، وعلاه ما عطاهاش ذراري. عطاها المال، عطاها الوظيفه، عطاها كلش، وذراري مازال ما رزقهاش. اكيد ربي قادر يرزقها في اي وقت. هذا الموضوع اللي خرجت سمية تهدر عليه شحال من مرة قلت لكم ولا قلت لنا كامل، ما دخلكم في هذا الموضوع بيني وبين عمار، لأنه حاجة خاصة وما نقدروش نصرحوا لكم وش راه كاين في قلبنا. مازال ربي ما رزقناش، أكيد لسبب ما ولا لحكمة ما. دائما تقول سمية باللي ما راناش جاهلين حتى ننكروا الحاجة اللي حبها ربي ولا اللي قالها لنا. بعد ما سمية ورت لنا دارها وعمرتها، خرجوا هذه التعليقات تاع الناس الجهلاء. يدرى وشنو هو شعورك هاد المرأة اللي كتبت التعليق وقلت لها انتيا تربي في الكلاب وانتيا ما ربي ما عطاكش ذراري على راكي تعمري في دارك؟ زعما واش راكي حاسه حتى هدرتي هاد الهضره؟ مسكينه هي تورينا في دارها، تورينا في الديكور تاعها، تورينا في الديكور اللي دارتو في دارها جديده وفرحانه وحابه تقسموا معانا. يجوها بعض الناس يقولوا لها توجعي القلب. توجعي القلب كل واحد ورايو، بس علاه تقوليها لها؟ علاه تجرحيها؟ علاه ما كاش جبر الخواطر؟ وراها جبر الخواطر، وراها الكلمة الطيبة اللي نقولوها وندو عليها حسنة. علاش يا اختي؟ واش دارت لك سمية مسكينة؟ عايشة حياتها، تورينا، تفرحنا، تتقاسم معنا حياتها، تجي وحدة تسبها. صح منين ذاك يقولوا تعليقات سلبية، لكن ليس بهذه الطريقة.